السلام عليكم. خلصنا الحلقة اللي فاتت، راجعنا على كل اللي فات، ناقص لنا بقى ايه في مناطق الاهتمام عشان نخلصها برضو. ازاي نوظف المناطق الاهتمام بتاعتي، ازاي ابدا اشوف الاوردر بلوك ده مكانه صحيح في الهيكل، ابدا اشتري او بيع من عليه. ان شاء الله في الحلقه دي تخرج منها عارف كل الكلام دوت، وتعرف ازاي توظف الاوردر بلوك وازاي تتجنب مناطق التراب او اوردر بلوك التراب. طيب، قبل ما ابدا اشتغل لك على الموضوع ده بس بسرعه كده. ناس كتير بتقول لي يا عمرو انا بسمع انترنال وانت مش شرحه ليه يا عم الشرح. هقول لك ليه مش شرح. انا دلوقتي كهيكل سمارت ماني 80% بيعتمد على الهيكل الخارجي، ماشي. 80% بيشتغل على ايه؟ قمة قبلها تشوك. انا بكلمك دلوقتي ايه باسم سي، ما بجيبش حاجة من عندي، ماشي. قمة قمة تشوك، ادور على مناطق الاهتمام في الاكسترنال بتاعتي وابدا اشتري من عندها في الاتجاه الصاعد واستهدف القمة. كل اللي جواها ده انترنال، كل اللي جواها ده داخلي ماليش علاقة بيه في المستوى الاول، مش هتقدر تستوعبه. ليه؟ لان انا عشان ابدا اشرح لك انترنال لازم الاول افهمك شوية عن السيولة، شويه حتى لو 20 30% عن السيوله. لان الانترنال هو اصلا وظيفته الوحيده ان هو يكون لي السيوله ويطلع يضربها، واخد بالك. هو شغل السوق كله في الانترنال، شغل الحيتان كله والمؤسسات كله في الانترنال اكتر المتداولين بيخسروا. لو خسرت كده وتقدر هتعمل باك تيست على الصفقات اللي خسرتها هتلاقيها كلها انترنال مش اكسترنال، مش خارجي. فهمت قصدي؟ انا يا سيدي بشتغل على اكسترنال. لو انا مبتدئ ايه هو عندي يا باشا؟ حددت القمة والقاع بتوعي، منطقة اهتمام دي شايفها واضحة، خلاص هعمل عليها، هعلق عليها صفقة وليكن يعني، بس ده ما بناخدش يعني صفقات غير من غير انتري. المهم سواء بالانتري او مش الانتري واستهدف القمة وماليش دعوة بقى بده كله. ده شغل محترفين، ده كله ده شغل بقى بعدين هنبقى نفهمه. ولكن انا ماليش علاقة بالايه بالانترنال خالص في المستوى الاولاني، لان زي ما قلت لك لازم الاول نبدا نعرف شويه سيوله عشان نبدا نعرف ايه هو الانترنال. انا بتكلم ده يا شباب لو انت لسه مش فاهم، او انت لسه بادئ معايا ولسه كنت اول مره تسمع عن حاجه اسمها سمارت ماركت. طيب خلصنا الانترنال وعرفنا ايه هو، ليه ما اشتغلناش عليه في المستوى الاول. تعالى بقى نبدا نوظف مناطق الاهتمام بتاعتنا وازاي نبدا ناخد صفقات من عليها. بص يا سيدي، انا عندي دلوقتي، خلينا نجيب ده كده ونعمله باللون الابيض. بص يا سيدي، انا عندي دلوقتي قبل ما اشوف، اول ما اشوف وقلت لك ده في الحلقه اللي فاتت، اول لما اشوف اخر بريك اوف ستراكشر بالنسبه لي اجري على طول اشوف فين اللي تشوك. دي اول حاجه بعملها. ليه بقى؟ وهقول لك ليه دلوقتي بقى. يعني انت الحلقه اللي فاتت سمعت كتير انا بجري على طول عشان اشوف اللي تشوك، واقول لك ليه بجري على طول عشان اشوف اللي تشوك مع توظيف مناطق الاهتمام. السعر بيقول لك ايه بقى يا سيدي، او سوري السمارت ماني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كاستراتيجية سمارت ماني ما عنديش غير منطقتين اهتمام ويفضل يكونوا اوردر بلوك، ماشي، في الهيكل كله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك انا عندي اول اوردر بلوك تقابله في الهيكل هو ده، اول واحد ببدأ اشوف من عليه انتري وابدأ استهدف الايه؟ القمة. طيب ايه تاني؟ يقول لك والله عندي اخر اوردر بلوك في الموجة هو ده اللي بسميه اوردر بلوك اكستريم، وببدا اعمل ايه؟ اشوف من عنده انتري ابدا استهدف بيه القمه. طب انا لو عندي اوردر بلوك شامل كل الشروط واوردر بلوك ممتاز، يقول لك ما هو انت لازم اصلا اول اوردر بلوك واخر اوردر بلوك يبقوا ممتازين، صح؟ يعني جايبينكم فيهم كل الشروط اللي احنا قلناهم. ولكن لو عندي اي واحد في النص، واخد بالك انت، ده بيبقى سمارت ماني تراب، ده بيبقى سيوله. هو الاستراتيجيه والله بتقول كده، انا ما قلتش حاجه من عندي. بيبقى سيوله في ان السمارت ماني تراب اهو ما بقدرش اعتمد عليه. فهمنا لحد كده؟ لو ما فهمناش يبقى انا عايز في الهيكل بتاعي ادور على اول اوردر بلوك يكون، طبعا مش محتاج بقى اقول لك لازم يكون، خلاص اتكلمنا في الموضوع ده بما فيه الكفايه الحلقات اللي فاتت. يبقى اول اوردر بلوك صحيح واخر اوردر بلوك صحيح، هم دول اللي ببدا اشوف من عندهم انتري، وما بينهما فكل ده سيوله السعر اللي بيستهدفها. فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟ طيب، ايه تاني نبدا نشتغل عليه؟ بيقول لك يفضل يكون اوردر بلوك. لو ما لقيتش اوردر بلوك في المناطق دي شوف بقى ايه، اوردر مخفي. ما نعتمدش على في السمارت ماني او في المستوى الاول مش هنعتمد على الفير فاليو جاب بقوه، مش هنعتمد على البريكر بلوك بقوه، لان زي ما قلت لك هما بيعتمدوا 80% اوردر بلوك قوي. وعند يبقى ده فيرست او بي اول واحد،
والاكستريم او بي اللي هو اخر واحد. طب يا عمرو انا دلوقتي اخر اوردر بلوك محقق للشروط في الهيكل بتاعي، انا دلوقتي في الهيكل بتاعي وبدور على اشوف انا تهت منكم معلش. انا دلوقتي اخر اوردر بلوك اصلا في المنطقه دي اوردر بلوك صحيح، ولكن هنا انا عندي اوردر بلوك مش جايب كل الشروط في المنطقه دي. اقول لك يبقى هو ده تراب، وتبدا تشتغل على ده، لان ده هو ده اخر اوردر بلوك صحيح في الموجة. خلاص كده ولا مش خلاص؟ طيب عندهم برضو حاجه اسمها انجينير ليكويديتي، بيشد كده خط قبل الاكستريم يعني، ويقول لك ده انجينير ليكويديتي، ولكن في الاسم في الاس ام سي مش هنعتمد عليه، يعني في الحلقه او في المستوى الاول مش هنعتمد عليه ولا ليه اي 30 لازمه. في الانجينير ليكويديتي ده اي حد بيرسمه يقول لك ده انجينير ليكويديتي، اعرف ان هو في الاس ام سي، لان هو برده مختلف الانجينير ليكويديتي عن الاي سي تي. اعرف وهوريه لك برضه على الشرط دلوقتي هم بيطلعوه ليه، ولكن ولا ليه اي 30 لازمه. هو اي واحد يجي يشرح لك انجينير ليكويديتي في الاس ام سي والله ما بيعرف ياخد عليه صفقه، ولا حتى عارف ايه لازمته، ولكن هو حافظ وجاي يفهمها لك وجاي ينقلها لك كده المعلومه هنا. فهمنا؟ طيب تعالى بقى نمشي مع الهيكل او نبدا نطبق. ولا اقول لك قبل ما ابدا اطبق اقول لك حاجه برضو ايه نسيت اقولها لك، ايه هي؟ يبقى انا دلوقتي عرفنا اكستريم او بي وفيرست او بي صح كده. طيب لو انا عندي هنا السعر مديني اوردر بلوك محترم في المنطقه دي واخد كل الشروط، واوردر بلوك واخد سيوله كتيره، واوردر بلوك قوي، هل اقدر اعتمده يا عمرو؟ اقول لك في الاستراتيجيه بتاعت السمارت ماني يقول لك لا. انا ليه بفضل اقول لك الاستراتيجيه بتاعت السمارت ماني؟ ليه؟ لان انا المستوى الاول بفهمك كل استراتيجيه، ما بجيبش حاجه من عندي خالص خالص، هي بس المستوى الاول هنتكلم عليها على كل قواعد المستوى السمارت ماني. بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني مش هنتكلم خالص بقواعد، هيبقى كله فهم. انا عايز اشوف دلوقتي السعر وهو نازل من هنا، هو نازل عايز يعمل ايه؟ فهمت؟ هو نازل السعر الهدف ينظف السيوله دي، ما ينظفش السيوله دي، هو مش السعر مش محتاج سيوله، هو بس محتاج يعمل بول باك بسيط عشان يبدا يكمل صعود. هنتكلم عن الموضوع ده بعدين بفهم وليس بقواعد، ولكن انا دلوقتي بقول لك القواعد اللي هي السمارت ماني اللي هو خان وفوتون شرحنا. طيب يبقى انا دلوقتي عندي اوردر بلوك قوي في المنطقه دي، هل اعتمد عليه؟ ما ممكن ده يكون اخر اوردر بلوك، اقول لك لا ده اوردر بلوك تراب. ليه تراب؟ لان انا عندي بكسر المنطقه دي خلاص السعر هيبدا يعمل لي موجه هابطه ويبدا يصحح وابدا ابيع من المناطق دي. فهمنا الحته دي ولا ما فهمناش؟ طيب لو انا دلوقتي راسم الهيكل وليكن زي كده، والسعر صحح لي على الاول اوردر بلوك مثلا وبدا يعمل لي كده شويه وبدا ينزل لي، وبعد كده بدا يصحح لي تاني من الاكستريم، وبعد كده كسر لي. طيب في الكسر ده هبدا اعمل ايه؟ هبدا ادور على برضو نفس الكلام، اول اوردر بلوك محقق كل الشروط، اخر اوردر بلوك محقق كل الشروط، وابدا ابيع واستهدف الايه القمه اللي اتكونت لي في المنطقه دي. اتمنى اكون فهمتك كده، ده شرح نظري. تعالى بقى نشوف الشرح العملي على الشرط، ونبدا بالذهب. بلاش عشان الناس كلها بتدور على الذهب وكله حب يقول لي معلش لما تيجي تطبق طبق الذهب عشان نبدا نشوف، فخلينا نطبق على الذهب ونشوف السعر بيعمل ايه. طبعا كل الكلام ده قلت لك قبل كده، كل الكلام ده خاص بالايه بكل الفريمات، كل الفريمات، ولكن ما يفضلش انت تشتغل على اقل من الربع ساعه. ماشي؟ احنا اقل من ربع ساعه بنستخدمه بس في الموديل انتري، ولكن ما بستخدمش اي حاجه زي ما قلت لك. ما بستخدمش قصدي يعني اقل من الربع ساعه. طيب بتوه منكم كده وانا بتكلم معلش. انا عايز ابدا دلوقتي مثلا شايف موجه صاعده، وهبدا منين؟ هل ابدا من هنا في المنطقه دي واقول ده بريك اوف ستراكشر؟ اقول لك لا ده مش بريك اوف ستراكشر. ليه؟ انا ببدا من اعلى قمه هي دي، ده داخلي. اتفقنا كده ولا ما اتفقناش؟ لا اتفقنا اه. يبقى ده بريك اوف ستراكشر، يبقى هبدا اقول اشوف الاول اخر بريك اوف ستراكشر قبليه وهو ده، واشوف اخر قاع عشان احدد الايه اللي التشوك بتاعي. يبقى انا دلوقتي اخر قمه هنا، يبقى انا ادور على منطقه الاهتمام فين؟ في الموجه دي. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف واحده واحده السعر هنا مدينا ايه. فين هو اول اوردر بلوك؟ اول اوردر بلوك اول اوردر بلوك اول ايوه اهو، ده اول اوردر بلوك. تمام كده يا سيدي؟ اقول لك تمام. طيب تعالى نشوف السعر احترمه ولا لا. والله ما احترموش. طيب او سحبه وبدا المهم ده اول اوردر بلوك، وهنعرف ليه ان شاء الله بعدين ليه السعر ما بيحترمش اول اوردر بلوك، وليه يفضل حاجات تانية نبدا نشتغل عليها. ولكن انا بس عايزك واحده واحده بس افهمك الاستراتيجيه، وبعد كده نبدا نشتغل عليها
واحده واحده. طيب انا عندي بقى عندي اخر اوردر بلوك هو فين؟ نيجي واحده واحده. لو دورت الاوردر بلوك في المنطقه دي هيبقى ايه؟ هيبقى انترنال داخلي، فماليش دعوه بالمنطقه دي في المناطق دي. فهنبدا نمشي واحده واحده ورا نشوف هل هنا في اوردر بلوك واضح. لا مفيش هنا اوردر بلوك واضح، لان انا لو خدت المنطقه دي، ركز معايا، لو انا خدت الاوردر بلوك ده ساحب السيوله لكن كل ده داخلي، نمشي شويه واحده 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 واحده. عند هنا ايه؟ ايوه ده اخر منطقه اهتمام بالنسبه لي، شمعه قويه سحبه بتاع 5 شموع وراها قويه جدا، وكل الشموع دي ركز معايا، كل الشموع اللي سحباها داخليه، ولكن هي شمعه اصلا القويه الداخليه هي اصلا اللي سحباها، فخلاص بقى ده عندي منطقه اهتمام واضحه. طيب السعر عمل ايه؟ زي ما انت شايف، يبقى ده اخر اوردر بلوك بالنسبه لي. ليه؟ مفيش هنا منطقه واضحه، كل ده داخلي. فهمت؟ انا بعتمد على سوري، ده مش اوردر بلوك، يعني دي منطقه اهتمام، ولكن زي ما قلت لك انا بعتمد اول منطقه اهتمام واضحه، اخر منطقه اهتمام واضحه، مفيش في النص، بس كده. لو في المنطقه دي، لو في منطقه واضحه تحت هنا، يبقى انا كده ابدا اعتمد عليها، وده يبقى تراب بالنسبه لي. فهمنا؟ طيب بعد كده السعر احترمها وطلع شويه، نزل صحح عليها وبعد كده كسر. طب تعالى نشوف واحده واحده. بعد ما كسر اداني هنا بريك اوف ستراكشر اهو. طيب اجري على طول اشوف فين اللي تشوك بتاعي، ده اللي تشوك بتاعي اخر قاع هو ده، صح كده يا سيدي؟ اقول لك اه صح. طب تعالى بقى، يبقى هنطلع مناطق الاهتمام بتاعتنا منين؟ من الموجة دي. طيب تعالى نطلع اول اوردر بلوك، ركز معايا، اول اوردر بلوك اول اوردر بلوك اول اوردر بلوك، ايوه ده اول اوردر بلوك، ولكن داخلي مش هعتمد عليه، صح كده؟ صح. طيب معلش في حاجة برضو نسيت اقول لك عليها، ممكن نبدأ اقولها لك عليها دلوقتي. بالنسبه لخان وفوتون، خان بيقول لك ما تطلعليش اول اوردر بلوك، يعني مثلا لو عندي ده بريك اوف ستراكشر، خان بيقول لك ما تطلعليش اول اوردر بلوك الا لما السعر يسحب انديسمنت. فلو في لو في اوردر بلوك في المنطقه دي كده مش هعتمد عليه. ليه؟ لازم يسحب الاندوسمنت الاول وبعد كده ابدا اعتمد على الاوردر بلوك. طبعا الكلام ده مش هنعتمد عليه يعني لان احنا ما بنعتمدش على الاندوسمنت، صح كده؟ طيب الفوتون بيقول لك ايه؟ بيقول لك على الاقل خلي الموجه بتاعتك تصحح شويه تحت ال 30%، تحت ال 50%، على حسب الكسر، هنتكلم على الكسر دي بعدين. ولكن بيقول لك هنا ايه؟ على الاقل تلاقي ايه؟ موجه كده صاعده شويه باينه كده، عشان ابدا اشوف اول اوردر بلوك بالنسبه لي. بس انت دايما دايما وانت بتحدد الهيكل هتلاقي اول اوردر بلوك غلط، يعني لا اما هو ميتيجيت بقى، لا اما هو مش محقق كل الشروط. فعشان كده بقول لك خليك ماشي بالقواعد الى الان، ماشي؟ طيب ده اوردر بلوك واول اوردر بلوك، بس هو مش هتلاقيه يعني بنسبه كبيره، ما بتلاقيهوش ايه يا سيدي، ما بتلاقيهوش محقق كل الشروط. حتى لو تلاحظ بص هو متجت وبعد كده طلع. فانا بالنسبه لي اول اوردر بلوك هعتمد عليه لو محقق كل الشروط. اتفقنا في الحته دي؟ طيب ننزل شويه نشوف فين اخر اوردر بلوك. طيب تعالى كده اخر اوردر بلوك، والله انا هنا عندي اوردر بلوك ايوه، ولكن مش عايزين نتكلم كتير، خلاص بقى داخلي. السعر بيعمل الداخلي ده كتير لو بتلاحظ مع التطبيق عشان يوقع الناس يعني. المهم واحده واحده، فين اوردر بلوك؟ في ايوه في اوردر بلوك هنا، بس لو خدناها نلاقيه متجد بالمنطقه دي فمش هناخده. طيب ننزل شويه تاني، نجيب من تحت من اللي تشوك، كل ده داخلي للمنطقه دي، يعني لو جبت اوردر بلوك هتلاقيه متقاطع مع المنطقه دي فمش هاخد. فانا عندي اخر اوردر بلوك في المنطقه وهو الشمعه دي. في فير فاليو جاب اهو زي ما احنا شايفين، هو ده فير فاليو جاب ولا لا؟ اه والله في فير فاليو جاب هنا. طيب السحبه اللي قبلها عامله كل الشروط، مش هنفضل نعيد ونزيد، ولكن في حاجه انت مش واخد بالك منها واقول لك ايه هي، ماشي؟ طيب بما ان يا عمرو انت دلوقتي شايف ان مفيش اي منطقه اهتمام او اي اوردر بلوك غير المنطقه دي، تصدق ده اوردر بلوك ينفع؟ اه تصدق والله ده اوردر بلوك. ليه اوردر بلوك؟ لان هي شمعه فعلا داخليه ولكن سحبه اللي قبلها، ولكن كل ده داخلي، فانا لو عامل لها شيفتنج، اي نعم ما بعملش شيفتنج من 4 شموع ولكن الشمعه داخليه، اقدر اخد اوردر بلوك. طيب خلينا عشان بس ما توهش منك، ده اوردر بلوك واضح واضح والله، وساحب السيره مفيش انترنال، ولكن كل ده انترنال للشمعه دي. شايف الفخ اللي بيعمله السوق؟ فما بعتمدهاش. يبقى انا ما عنديش غير المنطقه دي اللي هي الوحيده اللي ممكن ترد السعر. فهمت الحته دي؟ طيب السعر عمل ايه؟ ما وصلهاش وبدا يصعد. طيب بعد ما بدا يصعد عمل لي قمه، ما فيش هنا مناطق اهتمام، خلينا ايوه عمل لي هنا قمه جديده، هبدا اشوف القمه اللي قبلها
وهي دي، وممكن الى الان نعتمد على ان ده تشوك، ولكن ما يستحبش، ولكن هو بعيد، يعني هو مش قريب. تعرف لو قريب هنا اقول لك لا، لا هو بعيد الى الان. خلاص، يبقى احنا نعتمد على دي قمه، ونبدا نشوف مناطق اهتمام في المنطقه دي. طيب تعالى يا سيدي، اول اوردر بلوك دايما بتلاقي المناطق اللي هي الاولى دي بتلاقي كلها ترابات، وتلاقي فيها انديوسمنت، فعشان كده ما حبيتش اشرح الانديوسمنت، تلاقي كلها ميتيجيت وكلام كده. المهم تعالى بقى واحده واحده نشوف الايه، نشوف اول اوردر بلوك. هل هنا عندي اوردر بلوك واضح؟ تعالى يا سيدي، ايوه ده اوردر بلوك اهو في المنطقه دي. تعالى يا سيدي، محقق كل الشروط، سحب اللي قبلها، ولكن الاوردر بلوك ده برضو ايه، تراب. فين يا عم تراب؟ اهو. لا يا عم انت تاهت منك المره دي، ده مش تراب. اقول لك عندك حق، الشمعه دي ركزت كده معايا، الشمعه دي خلصت التراب، يبقى ده اوردر بلوك صحيح 100%. بص لما تلاقي اوردر بلوك صحيح 100% ومحقق كل الشروط ومش تراب، لان انت هتقابل تراب كتير جدا. بص السعر بيحترمه ازاي. طب تعالى نشوف اخر اوردر بلوك. طيب انا هنا عندي ايه، عندي الشمعه دي، كل ده داخلي بالنسبه لها، فمش هعتمد على ولا واحده فيهم. طيب هل هنا عندي منطقه اهتمام تانية؟ لا ما عنديش اي منطقه اهتمام تانية، اي اوردر بلوك ما عنديش. خلاص، يبقى السعر احتمال اوردر بلوك شويه، وبعد كده نزل ياخد شويه سيوله، ورد منين؟ رد من فير فاليو جاب، ده ما بنعتمدش عليه في بالنسبه كبيره بالنسبه للايه، لهيكل السمارت ماني. طب تعالى اديك تعالى اديك مثال على الهبوط بقى شويه، عشان احنا خدنا على الصعود كتير. وزي ما انت شايف اي اوردر بلوك محقق كل الشروط زي ما احنا قايلين. بص لو تلاحظ احترم، ادي واحده، اتنين، تقريبا تلاتة، مش ده أربعة، المهم. طب تعالى بقى ايه، نجيب لك اتجاه صاعد شوية ونبدأ نشوف. برضو على الأربع ساعات عشان ايه ما انتهش منك. نرجع شوية، أيوة اتجاه صاعد أهو. طيب هنبدأ من أعلى، بص أعلى، بص بأدلة تشوك. طيب كسر لي تشوك هنا، هبدأ بقى واحدة واحدة. تعالى يا سيدي، أنا عندي هنا قمة، ماشي، وعندي هنا قمة، وأنا أقول لك لا لا قمة مش واضحة، فسوري عندي هنا قاع اتلخبط، وهنا قاع. طيب اول لما يديني القاع التاني فين اللي تشوك، هاجي على طول احدد اللي تشوك، وابدا اشوف فين اللي انا اقدر اعتمد عليه. طيب انا هنا عملت ايه هنا، هركز معايا، لان هنا برضو السعر بالنسبه لهيكل خان، لو انت بتتفرج عليا السعر هنا مش مديني انديوسمنت، وده الانديوسمنت بتاع خان. انت متخيل ده الانديوسمنت بتاع خان اللي هو السعر اصلا مستنيه يصحح، واخد بالك انت، وانا اصلا بالنسبه لي ده اللي تشوك. فهمت الحته دي؟ طب تعالى نشوف هل السعر احترم كلامي ولا لا. هقول لك يا سيدي، انا عندي هنا ارض بلوك واضح جدا اهو، اهو ساحب اللي قبله، وهي اصلا التشوك، وده الاكستريم، مفيش هنا اي منطقه اهتمام تانيين، واخد بالك انت، والسعر زي ما انت شايف احترمه، وهو المنطقه دي اللي سببت لك كسر. ولكن انت لو بتعتمد على هيكل خان، كان بالنسبه لك ان ده الانديوسمنت، وانت لسه بتدور على ايه، ده الانديوسمنت بالنسبه لك اهو يا سيدي، عشان تفهمني، وانت لسه بتدور على مناطق اهتمام عشان تبيع من المناطق دي، ولكن السعر ما احترملكش الانديوسمنت. زي ما قلت لك هعمل لك حلقه ليه احنا ما بنستخدمش الانديوسمنت. طيب يبقى انا كده خلصت ايه، الموجة بتاعتي خلصت، والسعر نزل، عمل لي ايه هنا، عمل لي منطقة إلى حد ما ممكن نقول عليها ايه يعني قوية. ونشوف هل هنا عندي اوردر بلوك. اه والله عندي اوردر بلوك في المنطقة دي كده، هي الشمعة دي، السحبة اللي قبلها مش داخلية. طيب يبقى انا عندي هعمل شيفتنج للاوردر بلوك اللي بعده اهو. خلاص كده انا مش خلاص. طيب برضو للمره التانية، ده الانديوسمنت بتاع خان، ما بيعتمدوش على على الموضوع ده كله، ما يقدرش يخش صفقه من هنا. طب في برضو حاجه اللي هي برضو ايه، البريم والديسكاونت، ازاي ان انا اقدر اخش صفقه تحت ال 50 في المية والكلام ده كله. ولكن برضو ما بحبهوش يعني، ما لقيت ان انا لما طبقت على حاجات كده نبدا نتكلم عليها بعدين. ولكن في المناطق البريميوم والديسكاونت مش هنتكلم عليها دلوقتي، انا عايزك بس تمشي على القواعد عشان بس تفهم ازاي تحدد اوردر بلوك وتبدا تشتغل عليه. طيب بعد كده تعالى ايه تاني، اداني هنا اخر قاع في المنطقه دي كده. طيب يبقى اخر قاع، اخر قمتين، ده اللي تشك بالنسبه لي. هل هنا كان في اوردر بلوك؟ اه والله كان عندي اوردر بلوك في المنطقه دي كده اهي، محقق كل الشروط. وعندي اكستريم اوردر بلوك فين اهو، لا مفيش، ما عنديش هنا منطقه اكستريم. طيب وكده احنا خلاص طبقنا على، تعال نجيب لك واحده تانية، تعال نجيب لك واحده تانية. طيب عندي هنا ده، بص كسر اهو. طيب كسر لي هنا، يبقى هنجيبها هنا ونبدأ نشد دي كده.
ولكن مناطق مش واضحة، مناطق فيها لعب كتير. تقريبا دي كانت دلتا اسيا او حاجة زي كده. هل في مناطق تانية؟ ايوه، تعالى اقول لك انا يا سيدي. بص، لو قلنا ان ده، بص اهو ده قاع يعني، وده قاع. ده برضه مش واضح، ممكن نتكلم على ده، لان ده لو عملنا كده هتلاقيه سحب السيولة. لا ده مش واضح، فده قاع بالنسبة لي، وده برضه كان قريب جدا لدي، فممكن نقول ان ده اللي تشك. طيب تعالى يا سيدي، واحدة واحدة نمشي معايا. يبقى انا هدور على مناطق، في المناطق دي كده ابدا ابيع. طب تعالى كده واحده واحده. فين اول اوردر بلوك؟ طيب اول اوردر بلوك في المناطق دي، وهو ده داخلي. اها، مفيش اي حاجه غير الاكسترنال، الاوردر المخفي اللي هو قلنا عليه ده، او الريجكشن. مفيش هنا اي مناطق واضحه. يعني دلوقتي انا ما عنديش خلاص اي اول اوردر بلوك في المناطق دي، وكل ده سيول هنتكلم عليها بعدين. ولكن لو جينا هنا نقرب شويه، كل ده داخلي للشمعة دي، مفيش هنا اي اوردرات بلوك. الموجه دي كلها مليانه اوردرات بلوك، ولكن تراب. واخد بالك انت؟ لو ركزت معايا هتلاقي ان المنطقه، ايه ده؟ في ايه اللي انا عملته ده؟ ايوه، كل ده تراب. الشمعة دي داخلية، فمش هقدر اطلع من المنطقة دي اوردر بلوك في المنطقة دي كده. فهمت قصدي؟ فمش هقدر اطلع من هنا اوردر بلوك. ولكن اللي هيطلع من اوردر بلوك هنا تلاقي ضرب ستوب، لان هو مش عارف الشروط بتاعت الاوردر بلوك اللي هنبدا نشتغل عليها. ولكن ما عنديش اي منطقة في المناطق دي الا الريجكشن ده. واضح، سحب سيولة مش داخلي، دي اهم حاجة. وزي ما انت شايف السعر احترم. طيب خلاص كده. اتمنى تكون فهمتني، اتمنى تكون فهمت ازاي نوظف الاوردر بلوك. عندنا في حاجات تانية برضو كتير جدا. في برضو بيقولك لازم تكون الاوردر بلوك تحت مناطق ال50%. دي برضو هنتكلم عليها بشروطها بعدين. يعني مثلا وليكن انا عندي هنا اتجاه صاعد، والسعر هيبدأ عشان ابدأ اشتري من هنا. بيقولك لو لقيت يعني ان السعر ده، لو لقيت ان الاوردر بلوك ده تحت ال 50%، يعني هو بيقول لك شد فيبوناتشي. دي برضه نظريه من ضمن الاس ام سي. ويقول لك ايه؟ يقول لك ده هنا شد خط كده عند ال 50%. اي اوردر بلوك تحت ال 50% فعال. طيب. طيب، وفوقيه بيبقى مش فعال. ماشي، هم بيقولوا كده. ولكن الافضل ان انت عشان تبدا تشتغل على النظريه دي لازم تعرف تعتمد الكسر. هل الكسر كان ضوي ولا ضعيف؟ وده هنتكلم عليها بالتفصيل الممل بعدين. مش عايز ازحم لك المعلومات واكتر لك المعلومات وانت مش فاهم حاجه. عايز امشي معاك واحده واحده. فهمت الحته دي؟ فهنتكلم على برضو النظريه دي بعدين ان شاء الله. ازاي ان انا ابدا اخد صفقات في الديسكاونت والبريميوم والكلام ده كله ان شاء الله في الحلقات الجايه. وبس كده. اتمنى اكون فدتك ان شاء الله في الحلقه دي. وان شاء الله الحلقه الجايه ممكن نطبق شويه ونبدا نخش بقى على برضو حلقه مهمه جدا، وهي ترابط الفريمات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.